السلام عليكم متابعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. لا تنسوا الاشتراك على القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، وشير لتقاسم الفيديو فيما بينكم. في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة للتخلص من التجاعيد، وهي في نفس الوقت تعمل على تبييض البشرة. هي صالحة للنساء وكذلك للرجال، لكني اليوم في الفيديو سأقدمها للرجال، وذلك تحت طلب أحد المتابعين الذي طلب مني وصفة للتجاعيد ولتبييض الوجه في نفس الوقت، وهي وصفة أهديها لكل الرجال الذين يحبون الاعتناء بأنفسهم. إذا لعملها سنحتاج إلى مكونات بسيطة. أول عنصر سأبدأ به هو ماء الأرز. إذا عند سلق الأرز احتفظوا بالماء، فله العديد من المنافع سواء للبشرة أو للشعر. إذا سنحتاج إلى ملعقتين. سأحتاج إلى الطين الأخضر. إذا الطين الأخضر أو أي نوع آخر من الطين الموجود عندكم، سواء طين أبيض أو طين وردي أو أزرق، وحتى الغسول المغربي هو أيضا صالح، وحتى الطين الأبيض، أي نوع من الطين أو الصلصال. إذن سنحتاج كذلك إلى ملعقة صغيرة، وسأحتاج إلى دقيق القمح أو أي نوع آخر، المهم أن يكون دقيقا كاملا، وكذلك دقيق الشوفان إن كان متوفر عندكم. المهم أن يكون دقيقا كاملا أو طحينا. لاحظت من البعض أنه يسألني دائما عما هو الدقيق بمعناه الطحين، يعني أي نوع من الحبوب يكون يسحق جيدا. يمكنكم أيضا استعمال حتى دقيق الذرة، فهو رائع جدا. إذا لنمر إلى طريقة تحضير الوصفة، وهي سهلة جدا. إذا سأضيف ملعقة صغيرة من دقيق القمح الكامل. إذا أخلط جيدا هذه المكونات، ثم سأخلطها بماء الأرز. العملية سهلة، تأخذون أرز وتضعونه في قدر مع إضافة ضعفي كمية الأرز من الماء، وتتركونها تطهى. تصفون الأرز وتحصلون على الماء، هذا هو ماء الأرز. ثم سأخلط. ماء الأرز له العديد من المزايا على الشعر وعلى البشرة. إذا سأخلط للحصول على ماسك متجانس. هذا الماسك يعمل على التبييض، وكذلك يعمل على شد البشرة المرتخية والتي بها تجاعيد. إذا سأضيف القليل من ماء الأرز. ضيفون ماء الأرز حتى تنسجم العناصر، لأن هنا الطين يتشرب، وكذلك دقيق القمح هو أيضا يتشرب ماء الأرز. إذا نخلط جيدا حتى نحصل على ماسك متجانس بهذا الشكل. إذا الوصفة أيضا صالحة حتى للنساء، لكني اليوم سأقدمها للرجال. إذا حتى الرجال لهم حظ في الاعتناء ببشرتهم. إذا كل العناصر المستعملة تعمل على التخلص من التجاعيد بفعالية، لأنها غنية جدا بالمواد التي تقضي على التجاعيد وتشد البشرة وتحفز الكولاجين الطبيعي في البشرة. إذا سأخذ كمية نضعها بهذا الشكل على الوجه. يمكنكم عمله بفرشاة أو فقط باليد. إذا بهذا الشكل، ويترك على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف بماء. تكرر العملية مرتين في الأسبوع، وتستمرون على الوصفة لمدة 3 أشهر فما فوق، وستلاحظون أنه في كل مرة أن بشرتكم أصبحت أكثر إشراقة، وأصبحت وقد خفت الخطوط الرقيقة والتجاعيد الغائرة على وجوهكم. إذا أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم. إن أردتم الوصفات مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.